بكم الكل. مرحبا بكل المشرفين على الفعل الثقافي في ولاية نابلس، وخاصة المشرفون على ملتقى مسرح المختبرات. سأبدأ بما انتهى إليه زميلي الدكتور رياض حمدي عندما قال هناك فرق بين كلمة مختبر وكلمة ورشة أو كلمة نادي أو كلمة أي كلمة أخرى. في الحقيقة سعداء جدا أن نفكر في إنشاء مختبر بعد أن نخوض تجارب تتجاوز 20 عاما، وهذا بعد نضج الفكرة. ولم أكن بمفردي في تأسيس مختبر البحث والتطوير في مسرح الشارع، بل معي عديد المختصين من كامل تراب الجمهورية لتطوير مسرح الشارع. رسالة تخرج لأحد المشاركين في المختبر الذي تخرج السنة الماضية وقام ببحث علمي من بير البي، وهو من أحد عناصر مختبر البحث والتطوير. هذا دليل على أنه ما نقوم به هو في الحقيقة ليس مجالا لنجلس ونتحاور فقط، ولكن أيضا لنبني فعلا مسرحيا مغيرا يتجاوز فعل التحسيس والتوعية إلى فعل التثوير. نحن نحرض الناس على التفكير. لا يمكن أن نتغافل عن دور الرابطة التونسية لمسرح الشارع التي ساهمت مساهمة كبيرة في تأسيس هذا المختبر 2021. صارت بعض الأحداث في تونس، الشباب يعني يتعامل بنوع من وقتاش نتحدثوا على الهوية بتاع مسرح شارع في تونس، أو شنو هما الأسس بتاع مسرح الشارع بالأساس قبل كل شيء؟ هو سئل لي أنه عندنا الآن مسرح شارع ولا للأسف فما حتى عرض مسرح شارع. علاش نعمل في مسرح الشارع؟ لك علاش جات الطفرة الكبيرة؟ وهنا مهم جدا أن نركزوا على النقطة هذه. علاش بعد الثورة التونسية وقبلها بشوية وبعدها بشوية علاش كان ثم ضغط كبير نتاع عروض مشهديات، دي سبيكتاكل دانستالاسيون، جماعة البوزار، جماعة الدونس، تلامذة، معلمين، يجي تختار الجمهور. شو وليت؟ ما عادش مسرح شارع، لأنه مسرح الشارع يلزمك أولا وجودك عشوائي ووجود الناس عشوائي. يعني برا ما تعرفش على روحك شنو يصير تعمل في المسرح نتاعك، مش كيما ديما كي تعرف معنا الانسان. ما دامك انت عطلتني، سامحني انا متاكد عندي رونديفو، انا تلفتني لقيتك في الشارع تعمل في اللي تعمل، كانت باش تدوخ انا اوبليجي كمواطن صالح باش نعطيك طرف ماء، ولا نشوف لك نمشي للقهوه نجيب طابع سكر بالكش نطيح لك السكر، ولا نشوف لك شنو اللي طاح لك. جو سي با، ما هذا غالب تربيت هكا انا كمواطن. اما انا نشوفك طحت، فما بريات وفما امني وفما كذا، وانا قلبي وجعني وانت دم جبتلنا ما نعرفش مش دم واش وتمثل، وما نمشي يصير لي هم. دفاعك على نفسك هو دفاعك على منطقتك، هو دفاعك على فكرتك. انت يلزمك تدافع لماكسيموم للنفس. لكن حطونا في حاجز مره اخرى اللي هو لو مثال مسرح الشارع تنجم تعمل بلاش فلوس، نمشي كما ما قلت انت نتحول، اما لكن هذه نتصور ما ينفعش معناتها باللي باش تحول باللي باش تقيدي فما فشله فما بلوكاج. انه لا يعتمد نصا ولا طريقه في الاخراج، هو نص هو ربما فن ينبني فقط على الارتجال من صح التعبير، ربما الفكره تكون موجوده، لكن بانتباهنا لمداخلاتك حقيقه انا واحد من الناس اخلوا نفسي استوعبت شيئا ما، ثم في
استدركوا ولا اللي فهمت وانا غلط. هذا هو الصحيح، هي حيرة صحيح، وربما الوقت لا يكفي ان ندخل في التشعبات هذه الكل، لكن باختصار هل يمكن القول ان مسرح الشارع هو مسرح الارتجال؟ رغم ان مسرح الشارع سؤالي طرح نفسه، هل هي كتابه قبليه ام بعديه؟ وهنا نجم نرجع الى المسرح التونسي، قلت انه الكتابه لنا بعديه، جنون وخمسون والعرس وغسالة النوادر والتحقيق والكل تكتبوا من بعد. شو تكتبوا من بعد؟ معناتها اعطاه العرض حقه ثم دون، يولي الكتابه غايتها التدوين والتوثيق اكثر منها هي غايه ادبيه. ايه نحب نعرف علاش المسرح اللي نحن الناس الكل نعرفوه خرج للشارع، يا اما باش تصير ثوره على المسرح الربحي، ايوه، والا باش الممثل الربحي المسرحي يثبت وجوده للشارع البرة في لي كاتيجوري الكل نتاع المجتمع، وقت اللي هو يعرف اللي مش الناس الكل باش تفهم، ولو انه حاول يعطي معناتها الديسكور اللي باش يحكيه ولا البرفورمانس اللي باش يعملها للناس الكل مستحيل توصل للناس الكل كما هو يحب، الرساله اللي يحب يعملها مضمون في الرساله. لكن علاش في مسرح الشارع ثم الممثل المؤدي، ثم الممثل المؤلف ينجم يفصح ويعمل النص بالوقت، ثم الممثل المخرج انه يعرف يدخل ويعرف يخرج، ثم الممثل الموظف انه يمشي يحط هذا في هذه ويجيب في هذه ويعرف في هذه.